بعد تقريبا سنتين شغل في مجال التسويق بالعموله وتحديدا على امازون، خليني اقول لك ان انا في الفتره دي خرجت بنتيجتين. الاولى هو ان التسويق بالعموله هو افضل بيزنس اونلاين ممكن تبدا فيه من غير راس مال. اما بقى النتيجه الثانيه هو ان 90% ان لم يكن 95% بيفشل ان هو يحقق اي نتائج ماديه في المجال ده. طب ايه السبب في كده؟ هو انك مش عارف الطريق المناسب ليك اللي تمشي فيه. خليني الخص لك التسويق بالعموله في كلمه ونص. بص يا معلم، هما سكتين ملهمش تالت. يا اما انت شخص عندك متابعين على صفحات التواصل الاجتماعي وساعتها بتبقى سكتك هي السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، والسكه دي بتبقى سهله نسبيا. يا اما انت شخص على الله حكايتك وما عندكش متابعين في اي حته، وده حال معظمنا، فساعتها بتبقى سكتك محركات البحث، يوتيوب وجوجل وبنترست. فيديو النهارده بقى هو عن النوع ده من الناس، وتحديدا ازاي تستخدم جوجل في التسويق بالعموله عن طريق المقالات. كل حاجه محتاج تعرفها علشان تكتب مقاله تسويقيه احترافيه هتلاقيها في الفيديو بتاع النهارده. وبسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد الفيديو الاخير بتاع انشاء قناه يوتيوب وربطها ببرنامج تسويق بالعموله، في ناس كتير بقى طلبت مني التسويق بالعموله عن طريق المقالات، وطبعا اي حاجه في التسويق بالعموله انا دايس فيها، المجال بتاعي يا اسطى. فقررت ان انا اعمل لكم الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله هلم لك الموضوع كله في 5 خطوات، وزي ما اتعودنا همشي معاك خطوه بخطوه وكل خطوه بالشرح العملي بتاعها، وان شاء الله مش هنسيب اي تفصيل. خلينا بس الاول نفهم حاجه، جوجل هو اكبر محرك بحث في العالم. طيب يعني ايه بس في الاول محرك بحث؟ محرك البحث هو موقع بتديله كلمه او جمله فيجيب لك كل المواقع اللي تكرر فيها الكلمه او الجمله اللي انت اديتها له. ومحركات البحث بيكون ليها ترندات، والترند هو حاجه الناس بتدور عليها بحجم كبير في الفتره دي. يعني مثلا الترند دلوقتي في محركات البحث انتخابات الولايات المتحده الامريكيه، كل الناس عايزه تعرف ايه اللي حصل في الانتخابات. لو رجعت مثلا من شهر او 2 هتلاقي ترند ايفون 16، برضو كل الناس عايزه تعرف ايه القصه وايه الامكانيات وكل القصه دي. ده كده اسمه ترند. فانت عشان تبقى صايع في التسويق بتاعك لازم تكون بتقدم حاجه عليها طلب كبير الفتره دي، او بمعنى اصح ترند. يعني ما ينفعش ادخل على امازون واختار منتج او 2 عشوائي واعمل عنهم مقاله واستنى ان المقاله دي تظهر في محركات البحث. لازم تكون منتجات ترند، منتجات عليها طلب النهارده. طب انا هعرفها ازاي دي بقى يا عم احمد؟ انا بدخل على امازون بلاقي كل المنتجات سايحه على بعضها. طب تعالى اقول لك على تريكايه تعرف بيها المنتجات الترند على امازون النهارده، وبالمناسبه هي دي الخطوه الاولى. يلا بينا. هتروح تفتح عمك جوجل وهنكتب في شريط البحث امازون موفرز اند شيكرز. ولو انت ما تعرفش ده اختصار كده او شورت كات بينقلك على موقع امازون وبيجيب لك اكتر المنتجات مبيعا على الموقع في اخر 24 ساعه. والتركايه دي على فكره مش كل الناس تعرفها، يعني انا عن نفسي شغال على امازون بقالي فتره ولسه عارف التركايه دي قريب. اول ما هينقلك على الموقع هتلاحظ ان شكل الشريط بتاع التسويق بالعموله اتغير وبقى شكله زي ما انت شايف كده. يعني بدل ما كنا بندوس على كلمه تكست عشان نجيب لينك التسويق بالعموله، هو هنا سهل علينا وحط لنا كلمه جيت لينك جاهزه. وطبعا ده مجرد تغيير في الشكل مش هيفرق معانا في اي حاجه. وخلينا نرجع لموضوعنا. احنا دلوقتي قدامنا المنتجات الترندنج على موقع امازون في اخر 24 ساعه، وطبعا المنتجات دي بتكون على مستوى جميع الاقسام على الموقع. انما بقى لو حضرتك عايز منتجات تخص قسم معين، هتلاقي عندك على الشمال كده هو راصص لك اقسام الموقع كلها، اختار منها القسم اللي انت عايزه. واللي منكم متابعني ومتابع معايا فيديوهات موقع امازون هيعرف ان انا معظم شغلي على الموقع على المنتجات المنزليه ومنتجات المطابخ. بس خلينا في الفيديو بتاع النهارده نغير ونشتغل على حاجه تانية، وليكن مثلا الاجهزه الالكترونيه. هنروح على الشمال وهندوس على امازون ديفايسز، وتعالى بقى نقلب في الاجهزه اللي هو طلعها لنا دي ونشوف ممكن نشتغل على ايه. لو لاحظت معايا كده هتلاقي ان في نوعيه من المنتجات اتكررت اكتر من مره على شكل براندات مختلفة، وده معناه ان النوعية دي من المنتجات عليها طلب في الوقت الحالي، وهي كاميرات المراقبة الداخلية اللي بتتحط في البيوت سواء من بره او من جوه. هتلاقي ان في كذا كاميرا من براندات مختلفة اتكررت معانا. طب لو جيت بقى بصيت معايا كده على المنتج ده هتلاقيه واخد ترتيب 241 على مستوى الموقع في حجم المبيعات في اخر 24 ساعة. وطبعا ده معناه ان المنتج ده عليه طلب كبير جدا، لان امازون عليه ملايين المنتجات. فكون ان انت تاخد ترتيب 241 ده معناه ان انت مبيعاتك كبيره جدا. ومش كده وبس، ده كمان واخد تقييمات على الموقع تقريبا 26000 تقييم، وده برضه يعتبر رقم ضخم. طيب هنضرب واحده كليك يمين وهنفتح المنتج في نيو تاب، وبعدين بقى يا معلم هنختار منتجين تانيين من نفس النوع وحط تحت نفس النوع دي كذا خط. ومش لازم المنتجين التانيين دول يكونوا واخدين ترتيب في حجم المبيعات زي المنتج الاولاني، احنا بس محتاجينهم علشان نعمل المقارنه. ودلوقتي احنا جهزنا ال3 منتجات اللي هنشتغل عليها، ودي كانت اول خطوه. طيب كده احنا عرفنا ازاي نوصل للمنتجات الترند على امازون، واخترنا مع بعض 3 منتجات هنشتغل عليهم، ودي كانت اول خطوه، واظن الدنيا سهله لحد كده ومفيش مشاكل. طب تعالى بقى ندخل على الخطوه الثانيه معانا النهارده. ولو انت متابعني من اول سلسله امازون اللي انا نزلتها على القناه هنا اول ما بدانا،
هتعرف ان في شعار كده انا بحبه: الاهم من الشغل تظبيط الشغل. وعشان كده هي دي الخطوه الثانيه معانا النهارده قبل ما نبدا نشتغل في المقاله بتاعتنا. هنجمع كل الداتا بتاعتنا عن الثلاث منتجات اللي احنا هنحتاجها علشان نعمل المقاله في مكان واحد، وتعال نشوف هنعمل كده ازاي ونرجع تاني. هنروح نفتح عمك جوجل وهنروح ندوس على شويه النقط اللي فوق على اليمين، ومنها هنختار جوجل دوكس، وبعدين هنعمل بلانك دوكيمنت عشان نفتح صفحه جديده. واللي احنا هنعمله دلوقتي ده هو اننا هنعمل ملخص للثلاث منتجات اللي احنا اخترناهم، وهناخد من كل منتج يا معلم الاسم والوصف واللينك علشان ده هيسهل علينا جدا واحنا بنعمل المقاله بتاعتنا. وهنبدا باول منتج زي ما انت شايف كده برودكت 1. واول حاجه هنعملها هناخد اسم المنتج كده زي ما هو ونروح نحطه في الدوكيمنت بتاعتنا، وبعد كده هناخد الوصف بتاع المنتج وبرده هناخد الوصف كده زي ما هو موجود على امازون، وبعد كده هناخد لينك التسويق بالعموله الخاص بالمنتج ده. هندوس على جيت لينك وناخد اللينك ده كوبي ونروح على الدوكيمنت بتاعتنا ونحطه بيست، وبعدين ندخل على المنتج الثاني ونكتب برودكت 2، وبنفس الطريقه بالظبط هناخد الاسم والوصف واللينك، وهكذا برضو هنعمل نفس الخطوات مع المنتج الثالث. طيب وبعد ما جمعنا الداتا بتاعت الثلاث منتجات اللي احنا هنشتغل عليهم، فاضل بس خطوه اخيره وهي اننا نعمل سيف للصور بتاعت المنتجات دي علشان هنستخدمهم في المقاله بتاعتنا. وبكده بقى احنا عندنا كل الادوات اللي هتساعدنا نكتب المقاله اللي هنسوق فيها المنتجات دي. كده احنا خلصنا اول خطوتين معانا، واظن لحد دلوقتي مفيش اي صعوبه نهائي. ودلوقتي احنا جاهزين علشان نكتب المقاله بتاعتنا، ودي هتكون الخطوه الثالثه معانا النهارده. وهنستخدم في كتابه المقاله بتاعتنا شات جي بي تي، ولكن مع تركايه بسيطه محدش هيقول لك عليها، فخليك مركز معايا وتعالى نشوف هنعمل كده ازاي ونرجع تاني. هنروح نفتح شات جي بي تي علشان يساعدنا نكتب المقاله اللي احنا عايزينها، ولكن تبقى المشكله انا هكتب ايه لشات جي بي تي علشان يكتب لي مقاله احترافيه اقدر اسوق بيها المنتجات اللي انا عايزها. وعشان كده هتلاقيني سايب لك مثال مكتوب جاهز تقدر تستخدمه في اي مقاله تسويقيه هتكتبها، وطبعا هتلاقيني سايب لك المثال ده تحت في الديسكريبشن. طيب دلوقتي هناخد الامر بتاعنا ده كوبي زي ما هو كده، وهنروح على شات جي بي تي ونحطه بيست، وبعدين هنبدا نحط المعلومات بتاعت الثلاث منتجات بتاعتنا في الامر اللي احنا كاتبينه. هناخد من كل منتج الاسم والوصف ونروح نديهم لشات جي بي تي. وبعد ما خلصنا وحطينا كل المعلومات اللي عندنا كده احنا جاهزين اننا نخلي شات جي بي تي يكتب المقاله بتاعتنا وندوس انتر. وكل اللي عليك دلوقتي انك تستنى وتتفرج على شات جي بي تي وهو بيكتب لك مقاله احترافيه عن اهم مميزات وخصائص المنتجات بتاعتك. يعني حتى من باب الاحترافيه الزياده عامل لك جدول مقارنه بين الثلاث منتجات. وبعد ما شات جي بي تي خلص كتابه المقاله بتاعتنا الناس هتفتكر ان هي دي المقاله اللي احنا هنستخدمها في التسويق. بس لا يا معلم، في تريكايه مهمه جدا لازم تعرفها، تعالى بقى اقول لك عليها. طيب احنا كده كتبنا المقاله بتاعتنا، او بمعنى اصح خلينا الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتبها لنا. طب هو في مشكله يا ابو حميد ان الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتب لنا المقاله؟ والله في الحقيقه في مشكله. اي مقاله بتنزلها على اي موقع الناس بتوصل لها من سكتين، يا اما عن طريق الموقع نفسه، يعني الموقع ده ليه زوار زي مثلا مواقع الاخبار او المنتديات المشهوره، فبيكون في احتماليه ان الناس وهي جوه الموقع تتكعبل في المقاله بتاعتك وتقراها، بس ده بيكون احتمال صغير. بس في الحاله دي مفيش اي مشاكل مع الذكاء الاصطناعي والمقاله بتاعتك هتتشاف وهتتقرا. ولكن السكه الثانيه بقى علشان الناس توصل للمقاله بتاعتك هي انها تظهر في نتائج البحث بتاع جوجل. يعني انا مثلا كتبت مقاله عن موضوع معين، وشخص ما تاني مهتم بالموضوع ده دخل على موقع جوجل وبدأ يبحث عنه، فالمقالة بتاعتي هتظهر له في نتائج البحث ايا كان الموقع اللي انا نزلتها فيه. هتظهر كده في صورة لينك ازرق من ضمن النتائج اللي بتظهر، الشكل اللي كلنا عارفينه، كلنا بندخل على جوجل وعارفين الكلام ده. المشكلة بقى ان شركة جوجل عندها من الادوات والامكانيات ما يمكنها من اكتشاف المقالات اللي مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. طب وبعد ما تكتشفها هتعمل ايه؟ بتقلل ان لم تكن بتمنع ظهور المقالة بتاعتك في محركات البحث. يا فرحتي، يعني كده المقالة بقى اللي انا كتبتها قابلها واشرب ميتها. مشكلتك انك متسرع وما عندكش اي ثقه فيا. امال انا جاي اشرح لك ايه يا ابني النهارده؟ طب تعالى بقى اوريك ازاي نحول المقاله بتاعتنا اللي احنا كتبناها بالذكاء الاصطناعي دي لمقاله بشريه، وهي دي الخطوه الرابعه. يلا بينا ونرجع تاني. هتروح على عمك جوجل وهتكتب في شريط البحث شات جي بي تي، بس المره دي يا معلم هتكتب جنبها كلمه زيرو، واول شارع فوق على ايدك الشمال هتتوكل على الله وتدخل فيه. الموقع اللي قدامك ده هو موقع AI ديتكتور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيكتشف اي حاجه مكتوبه او مصممه بالذكاء الاصطناعي. طب تعال نشوف بيعمل كده ازاي. هننزل تحت وهندوس على كرييت فري اكونت، وبعدين هنعمل ساين اب بالايميل بتاعنا زيه زي اي موقع، ودي خطوه سهله ومفيش فيها اي مشكله. وبعدين هيفتح لنا الصفحه الجميله دي اللي قدامك، هتروح على الشمال وهتدوس على علامه الزائد ومنها هنختار نيو سكان، وبعدين هنروح نجيب المقاله بتاعتنا كوبي من شات جي بي تي
ونيجي في المكان ده ونحطها بيست، وبعدين هندوس على سكان. هتطلع لك النتيجه يا معلم ان المقاله دي هي مقاله AI generated، يعني مصممه ومكتوبه بالذكاء الاصطناعي، ونسبه الذكاء الصناعي اللي فيها 73%. وطبعا لو رحت تنشر المقاله بتاعتك على الصوره دي كده زي ما هي، مش هتاخد ترتيب في نتائج البحث بتاعت جوجل، ولا هتطلع لحد ولا حد هيشوفها اصلا، وده بسبب ان الخوارزميات بتاعت جوجل هتدفن المقاله دي نهائي. طب هنعمل ايه بقى يا عم احمد؟ تعال اقول لك. ولك ان تتخيل ان حل الموضوع ده هو من داخل شات جي بي تي نفسه، بس مع تريكايه صغيره هقول لك عليها. هنروح على شات جي بي تي وناخد المقاله بتاعتنا كوبي، وبعدين نفتح صفحه جديده ونحطها بيست، وبعدين بقى هنيجي قبل المقاله بتاعتنا ونكتب كلمتين صغيرين. هنكتب write this blog post with simple spoken English، يعني من الاخر بقول له عيد صياغه المقاله دي باسلوب سهل او بمعنى ادق باللغه العاميه. وبعدين هناخد المقاله الجديده بتاعتنا اللي هتطلع لنا دي كوبي، وهنروح عند الصفحه اللي فيها السكان بتاعنا ونحطها بيست ونشوف النتيجه هتطلع لنا ايه. وهي دي النتيجه يا معلم زي ما انت شايف قدامك كده. اداه اكتشاف الذكاء الاصطناعي ما قدرتش تكتشف المقاله المره دي، وده بسبب تركية صغيره جدا تقريبا ما حدش يعرفها. والنتيجه طالعه لنا ان احتماليه وجود ذكاء اصطناعي هي 8%، وان المقاله اللي قدامنا دي هي مقاله بشريه. وبكده احنا اصبحنا جاهزين لاخر خطوه وهي نشر المقاله. كده 100 فل و17 يابا، جهزنا وروقنا ورستقنا وظبطنا، مش فاضل غير ايه بقى؟ ننشر المقاله. من غير رغي كتير بقى المره دي، تعالى ندخل في الموضوع على طول. والخطوه الخامسه والاخيره معانا النهارده، تعالى نشوف هننشر المقاله ازاي وهننشرها على اي موقع، ونرجع تاني. هنروح نفتح عمك جوجل وهنكتب في شريط البحث medium.com. هيفتح لك الموقع الجميل اللي قدامك ده، وهنطلع فوق على اليمين وهندوس على جيت ستارتد، وبعدين هيقول لك عايز تعمل ساين اب باستخدام ايه بالظبط. انا عن نفسي هختار جوجل، وبعدين بيطلب منك اسم الاكونت بتاعك اللي انت عايز تعمله. هتشوف الاسم اللي انت عايزه، وبعد كده تنزل تحت تدوس على كرييت اكونت، وبعدين بيسالك سؤال عادي جدا وتقليدي تقريبا في كل المواقع، ايه الاهتمامات بتاعتك. هتختار اللي انت عايزه، مش هتفرق معانا في اي حاجه، وبعد كده هننزل تحت وهتدوس كونتينيو. وبعدين في الصفحه دي بيقترح عليك ان انت تشترك في احد الخطط المدفوعه بتاعت الموقع، بس زي ما قلت لك طبعا احنا مش محتاجين كل الكلام ده، احنا هنشتغل على الخطه المجانيه. فاحنا هننزل تحت خالص وهندوس على كونتينيو وذ فري اكونت. وهو دلوقتي دخلنا على الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع، بس قبل ما نبدا شغل في حاجه صغيره بس محتاجين نعملها. هنطلع فوق خالص على اليمين وهندوس على الدايره دي، ومنها هنختار بروفايل، وبعدين هنعمل شويه اديت بسيط كده للاكونت بتاعنا. هتيجي هنا تحت الاسم بتاعك وهتدوس على اديت بروفايل، وطبعا اول حاجه هنعملها هي اننا هنحط صوره للاكونت بتاعنا. هنيجي هنا وهندوس على كلمه ابديت، وبعدين هتختار اي صوره عندك على الجهاز، ودي حاجه شخصيه يعني مش تفرق معانا في حاجه. وبعدين هنا بيطلب منك ان انت تكتب بايو للاكونت بتاعك على موقع ميديا، وطبعا في البايو ده بيبقى مطلوب منك ان انت تفهم الناس نوعيه المقالات اللي انت هتنزلها على الاكونت بتاعك. فانت هنا ببساطه شديده ممكن تروح تفتح موقع جوجل ترانسليت وتكتب اللي انا هقول لك عليه ده. انا عن نفسي هكتب الجمله اللي انت شايفها دي. سوف تجد هنا العديد من المقالات التي تتحدث عن افضل المنتجات الرائجه مبيعا في العديد من المجالات، وايضا سوف تجد العديد من المقارنات بين افضل المنتجات لمساعدتك لاختيار الافضل. وبعدين هناخد الجمله اللي احنا كتبناها دي كوبي، ونروح في الخانه بتاعت البايو ونحطها بيست، وبعدين نرجع ندوس سيف وشكرا على كده، ونرجع تاني على البروفايل بتاعنا. ودلوقتي احنا جاهزين علشان نبدا نكتب المقاله بتاعتنا. طيب يلا بينا كده واحده واحده ونشوف هنكتب المقاله بتاعتنا ازاي. هنطلع فوق على اليمين وهندوس على كلمه رايت، هيدخلنا على الصفحه الفاضيه دي اللي هنكتب فيها المقاله. وطبعا اول حاجه هنكتبها هي العنوان. هنروح على شات جي بي تي وهناخد العنوان بتاع المقاله بالكامل كوبي، وبعدين هنرجع على موقع ميديم وهنحط العنوان بتاعنا في مكانه بيست. طيب بعد ما بنكتب العنوان بتاع المقاله بتاعتنا بيبقى مطلوب مننا نكتب مقدمه صغيره كده قبل ما نخش في التفصيل بتاع المنتجات. وطبعا هنلاقي شات جي بي تي كاتب لنا المقدمه دي، مفيش اي مشكله، هناخدها كده زي ما هي ونحطها تحت العنوان بتاعنا. وطبعا عشان يبان الشغل بتاعك احترافي اكتر محتاج تكتب بايديك كلمه انترودكشن اللي هي مقدمه، وعشان يبقى في تناسق في الكلام طبعا محتاج ان انت كلمه انترودكشن دي تبقى بخط مختلف عن الخط بتاع المقاله. فعشان كده هنعلم عليها وهندوس على حرف التي الكبيره دي علشان الخط يبقى اتخن من الخط اللي احنا هنكتب بيه المقاله. وبعدين في السطر اللي تحتيها هحط المقدمه بتاعتي، مفيش اي مشاكل. وبعد ما كتبنا المقدمه هنبدا ندخل في المنتجات بتاعتنا، ونبدا مع اول منتج وناخد العنوان بتاعه كوبي، وبعدين نرجع على موقع ميديم ونحط العنوان بتاعنا بيست. وزي ما علمتك بقى بما ان ده هيكون عنوان فاحنا هنعلم عليه وهنكبر الخط بتاعه. العنوان هيظهر معايا بالشكل ده. لو انت من الاشخاص اللي بتقرا مقالات كتير او عدت قدامك اكتر من مقاله قبل كده، هتلاقي ان دايما بعد العنوان بيكون فيه الصوره بتاعه المنتج قبل ما تدخل في التفاصيل بتاعته. وعشان كده احنا هنيجي في السطر اللي تحت العنوان على طول وهنقف بالمؤشر بتاعنا وهندوس على علامه الزائد دي. هيطلع لك اكتر من اختيار، هندوس على الاختيار الاولاني علشان نحمل الصوره بتاعه المنتج. هنختار الصوره بتاعتنا وبعد كده هندوس اوبن. هتلاقي الصوره نزلت في المقاله بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفه ده. وبعد ما حملنا الصوره بتاعه المنتج يا معلم هترجع تاني على شات جي بي تي
وهتاخد الوصف والمميزات بتاعه المنتج كوبي، وهترجع تاني على المقاله بتاعتنا ونحطها بيست تحت الصوره. طيب احنا كده حطينا العنوان بتاع المقاله وحطينا المقدمه بتاعتنا وبدانا في اول منتج وحطينا الصوره بتاعته وكمان المواصفات. بص بقى وركز معايا في التركايه دي. لو جينا وقفنا على الصوره بتاعتنا ودوسنا عليها كده هنلاقي في كلام صغير كده ظهر لنا تحت الصوره مكتوب تايب كابشن، يعني اكتب تعليق. طيب ايه بقى اللي هنكتبه في التعليق ده؟ بص معايا، احنا هنيجي تحت الصوره بتاعت المنتج وهنكتب الجمله دي check out this product from here، يعني لو عايز تدخل على المنتج دوس هنا. وبعدين هعلم على الجمله اللي انا كتبتها دي وهدوس على علامه اللينك اللي هتظهر لي. وطبعا انت كده اكيد فهمت لوحدك، مش محتاج اقول لك اننا هنجيب لينك التسويق بالعموله بتاع المنتج ده وهنحطه هنا، وهنروح على الصفحه بتاعت جوجل دوكس اللي احنا كنا حاطين فيها كل البيانات بتاعت المنتج، وهنجيب اللينك ونرجع نحطه في المقاله بتاعتنا. وبعد ما هتعمل كده هتلاقي ان الجمله اللي انت كنت كاتبها اتحولت من جمله عاديه للينك. وبكده احنا نبقى خلصنا المنتج الاول. يلا بينا ننقل على المنتج التاني وهنمشي نفس الخطوات بالظبط. ويلا بينا زي ما علمتك كده في السريع هنروح على شات جي بي تي وهنجيب العنوان بتاع المنتج وهنحطه في المقاله بتاعتنا وهنعلم عليه وهنكبر الخط بتاعه زي ما قلت لك علشان ده يعتبر عنوان. وبعدين هننزل على السطر اللي تحتيه وهندوس على علامه الزائد علشان نحمل الصوره بتاعت المنتج بنفس الطريقه. وبعدين هنيجي تحت الصوره وهنكتب نفس الكابشن اللي كتبناه في المنتج الاولاني، بس خد بالك لو خدت الكلمه زي ما هي كوبي فانت بتاخدها باللينك بتاعها بتاع المنتج الاولاني، فما تنساش تغير اللينك. طيب بعد ما هتخلص الثلاث منتجات بتاعتك المفروض ان انت كده تكون خلصت المقاله، بس بيكون في خطوه اخيره مهمه ولازم تعملها، وهي انك تحط صوره افتتاحيه او غلاف او كفر للمقاله بتاعتك بعد العنوان على طول. وخليني اقول لك ان للاسف في ناس ما بتهتمش بالخطوه دي، بس هي خطوه مهمه جدا، لان الصوره الافتتاحيه بتاعت المقاله دي تعتبر حاجه زي الصوره المصغره بتاعت فيديوهات اليوتيوب اللي هي بتبقى ظاهره على المقاله بتاعتك من بره قبل ما العميل يخش يدوس عليها علشان يقرا المقاله. طيب الصوره دي بقى احنا هنجيبها منين يا عم احمد؟ طبعا مش محتاج اقول لك، اكيد هنجيبها من جوجل. هنروح على عمك جوجل وفي شريط البحث هندور على حاجه ليها علاقه بالمقاله بتاعتنا. يعني مثلا في المثال بتاعنا اللي احنا شغالين عليه ده هندور على بيست اندور كاميراز، وبعدين هنروح على القسم بتاع الايمج او الصور، وبعدين ندور على صوره تنفع كصوره افتتاحيه للمقاله بتاعتنا. يعني مثلا ممكن نختار الصوره دي، انا شايف ان هي هتبقى مناسبه جدا. وبعدين هنرجع على المقاله وفي السطر اللي تحت العنوان على طول هنحط الصوره. وده يا معلم يبقى الشكل النهائي للمقاله بتاعتنا بعد ما خلصناها. وزي ما انت شايف كده مقاله احترافيه جدا وباسهل وابسط الخطوات. وبعد ما خلصنا هنطلع فوق وهندوس على كلمه ببلش، وبكده مش فاضل لنا غير اخر خطوه واهم خطوه، وهي الكلمات المفتاحيه للمقاله بتاعتنا. فانت هنا هتحاول ان انت تكتب اكتر الكلمات المفتاحيه المنتشره اللي ليها علاقه بالمقاله اللي انت كاتبها. فبما ان المقاله بتاعتنا بتتكلم على كاميرات المراقبه، فطبعا هي دي هتبقى احسن الكلمات المفتاحيه اللي احنا ممكن نستخدمها. وطبعا كل ما كتبت كلمات اكتر كل ما كان احسن. وبعد ما خلصنا هندوس على ببلش ناو، وكده المقاله بتاعتنا بقت جاهزه للنشر. طيب كده احنا خلصنا، واتمنى ان انا بالخمس خطوات دول قدرت ان انا الم لك الدنيا. المطلوب بقى من حضرتك دلوقتي انك تعمل مقالات على قد ما تقدر عشان تظهر اكتر في محركات البحث. وزي ما شفت معايا كده الموضوع مش محتاج ولا وقت ولا مجهود ولا فلوس، والموضوع ما فيهوش اي خساره بالنسبه لك نهائي. واللي عنده اي سؤال يكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.